سلام الله عليكم. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، مرحبا بكم في هذا الموضوع الذي ارتأينا إثارته لأنه كيعرف مستجد قانوني، وكتعرف أن المواكبة القانونية هي الاهتمام ديالها هي مواكبة النص القانوني الجديد ومحاولة إحاطة الرأي العام بوجود هذا النسق القانوني الجديد وهذا النص القانوني الذي يمس المواطن بشكل مباشر. نتحدث الآن عن القانون رقم 43/22 والذي يسمى بقانون العقوبات البديلة. شنو هي العقوبات البديلة؟ شنو هي الأنواع ديالها؟ شنو هي الجرائم اللي استثناها المشرع من العقوبات البديلة؟ هذا الشيء اللي غنحاولوا نوقفوا عليه من خلال هذه الورقة التقديمية لقانون 43/22 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 73/28 بتاريخ 22 غشت 2024. قلنا بأن القانون 43/22 جاء بمستجدات مست مقتضيات المواد 14 35 و400 و647 من القانون الجنائي، وعملت على إحداث واحد الثورة حقوقية اعتمدت المقاربة مندمجة للمعتقل داخل المؤسسة السجنية والمحكوم عليه بعقوبة حبسية سالبة الحرية، بحيث أنه جعلته في مفترق طرق باعتماد المقاربة الإصلاحية التأهيلية عوض المقاربة الزجرية العقابية. هذا التحول الاستراتيجي الحقوقي يمكن أن نسمي هذا القانون بأنه راكم هذا التحول الذي يعرفه المغرب منذ سنة 2011 فيما يتعلق بالمقاربة الحقوقية المندمجة التي تعتمد معيار الإدماج والتأهيل عوض معيار الزجر والعقاب. قانون 43/22 جاء بمستجد إضافي لمقتضيات المادة 14 التي كانت تنص على مقتضيات المتعلقة بالعقوبات الأصلية والعقوبات الإضافية. الآن بمقتضى القانون أصبحنا نتحدث عن ما يسمى بالعقوبات البديلة، على قبال أن المشرع باعتماده للمقاربة التي تحدثنا عليها المقاربة المندمجة اعتمد هذه العقوبات البديلة بديلا عن العقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات. كما أفرد بالإضافة لذلك استثناءات تهم بعض الجرائم التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع العقوبات البديلة. إذن في ظل هذه المقاربة سنقول بأنه المشرع عندما عرف العقوبات البديلة في مقتضيات الفصل 35(1) قال بأنها هي العقوبة التي يحكم بها بديلا عن العقوبة السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة بها 5 سنوات. وجاء في مقتضيات المادة 35(2) بتحديد أنواع هذه العقوبات البديلة. أنواع العقوبات البديلة: أولا سنتحدث عن العمل لأجل المنفعة العامة. شنو هو العمل لأجل المنفعة العامة؟ هو فعود ما نعتقلوا ذاك المعتقل يمشي للسجن، عوض ذلك تحكم المحكمة إما بطلب من الدفاع أو من المتهم أو من النيابة العامة في بعض الأحوال باستبدال العقوبة السالبة للحرية على ألا تتجاوز 5 سنوات بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. والمحكمة بمقتضى هذا القانون يمكن لها أن تستجيب للطرح إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف الذين سبق ذكرهم. فتقديم العقوبة ديال العمل لأجل المنفعة العامة، هذه العقوبة فرض لها المشرع شروط 3 أو 4 من أجل تحققها. الشرط الأول أن يكون المحكوم عليه يتجاوز سنه 15 سنة. ثاني حاجة أن يكون هذا العمل
هذه العقوبة اللي هي العمل لأجل المنفعة العامة أن يقوم المحكوم عليه بذلك العمل مجانا بدون مقابل، يعني فابور بيليكي. بالإضافة إلى ذلك أن يتم إنجاز هذا العمل بناء على قرار المحكمة محدد بين 40 ساعة و 3600 ساعة محددة من طرف المحكمة، وأن يتم الاشتغال داخل مؤسسات الدولة، الجماعات الترابية، ومؤسسات الحاكمة والحريات، والمؤسسات الخيرية، ودور العبادة. نذكروا بأن المحكمة هي اللي كتحدد عدد ساعات العمل المعادلة ليوم الاعتقال، بحيث أن كل يوم اعتقال يعادله 3 ساعات عمل. يوم اعتقال واحد يعادله 3 ساعات عمل. أنا كنشوف بأن هذه المدة التي حددها المشرع، التي تعادل يوم اعتقال ب3 ساعات عمل، هي غير كافية للقول بردع ذلك المحكوم عليه. ولهذا نقول بأنه على المشرع بعد صيرورة هذا النص ودخوله حيز النفاذ بعد سنة من الآن، ستقف على أن هذه المدة ديال 3 ساعات في اليوم غير كافية كمحصلة ليوم اعتقال. والقادم من الأيام سيوضح مدى مصداقية اعتماد يوم اعتقال يعادل 3 ساعات عمل. رابع شرط هو يراعى كذلك في العمل لأجل المنفعة العامة وضعية المحكوم عليه من حيث الجنس، من حيث كونه قاصر، باعتبار أن هذه المقتضى يستفيد منه المحكوم عليه البالغ من عمر 15 سنة، من حيث مؤهلاته وقدراته البدنية والذهنية. إذن هذه المسائل تراعى في تقدير المحكمة عند الحكم بهذه العقوبة ديال العمل لأجل المنفعة العامة. كذلك يلزم على المحكوم عليه أن ينفذ هذا العمل داخل أجل 6 أشهر من تاريخ صيرورة الحكم ساري النفاذ. ويمكن له أن يطلب من قاضي تطبيق العقوبات تمديد هذا الأجل لمدة إضافية تعادل 6 أشهر مرة واحدة، بناء على طلب يوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات. قاضي تطبيق العقوبات بما له من سلطة وتقدير يمكن له أن يمدد هذا الطلب في اتجاه تنفيذ هذه العقوبة البديلة اللي هي المنفعة العمل لأجل المنفعة العامة. كذلك المشرع المغربي اعتمد كعقوبة بديلة المراقبة الإلكترونية. شنو هي المراقبة الإلكترونية؟ مقتضيات المادة 35 حددت لنا المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية. علاش؟ وشنو هي المراقبة الإلكترونية؟ المراقبة الإلكترونية هو أننا في عود ما نعتقلوا واحد المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اللي تقل العقوبة المحكوم بها عن 5 سنوات، كنعملوا له واحد الصوار إما في المعصم ديالو، وإما في الرجلين ديالو، إما في منطقة من المناطق ديال الجسد ديالو، اللي يمكن من خلالها نعملوا على رصد تحركات ذلك المحكوم عليه وتتبع حركاته داخل الحيز الترابي والزماني المحدد له من طرف المحكمة. هنا المحكمة كذلك هي اللي كتحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية، وهذا التحديد تتراعي فيه المحكمة خطورة الفعل وخطورة الفاعل، ثم الظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه. طبعا بعد المشرع نص على مسألة غاية في الأهمية، هي أنه إمكانية اعتراض المحكوم عليه المستفيد من المراقبة الإلكترونية على حمل ذلك الصور ويعمد إلى تخريبه أو إلى تكسيره أو إلى محاولة إزالته بجميع الوسائل. هنا المشرع تدخل وقال بأنه أي واحد عمد إلى تخريب أو إتلاف ذلك الصور
يتعرض إلى عقوبة حبسية من شهر ل3 شهور وغرامة مالية من 2000 درهم حتى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. إذن المشرع وتنفذ هذه العقوبة على الأصل، ولا يستفيد من إمكانية استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة، وخاصة المراقبة الإلكترونية. إذن قلنا بأنه هذا الصوار يدخل في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للمراقبة الإلكترونية. المشرع الآن بصدد إعداد نص تنظيمي لهذه العقوبة البديلة، لبناء عليها سيمكن مراقبة وتتبع تحركات المحكوم عليه المستفيد من تدبير أو من العقوبة البديلة اللي هي المراقبة الإلكترونية. غنمشيو ثاني لثالث عقوبة، وهي تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية للمحكوم عليه. شنو هي الهدف من هاد التدابير ومن هاد فرض بعد تقييد بعض الحقوق؟ هو أننا نشوفوا مدى إمكانية المحكوم عليه من الاستفادة من هاد التدابير للتأكد من استعداده لتقويم السلوك ديالو ومدى استجابته لإعادة الإدماج داخل المجتمع. لأنه كما قلنا بأن هذه المقاربة المعتمدة في خلال هذا النص هي مقاربة حقوقية أكثر من هي مقاربة جزرية عقابية، وأصلا المشرع يسعى من خلال هذا النص إلى تمكين المعتقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إلى إعادة تأهيله داخل المجتمع. حددت لنا مقتضيات الفصل 35/12 العقوبات البديلة، العقوبات المقيدة لبعض الحقوق والتدابير ديال التأهيل وإعادة الإدماج. في أول حاجة مزاولة واحد النشاط مهني أو حرفي. ثاني حاجة إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته. ثم فرض رقابة على المحكوم عليه وإلزامه بضرورة الخضوع، يعني كيدير البوانتاج في أحد المراكز ديال الشرطة أو مراكز الدرك الملكي. وهنا مشى المجال حتى الإدارات ديال السجون، على اعتبار أنها هي الجهاز المشرف على المراقبة ديال تنفيذ وتتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة. وكذلك أعطى المجال لإمكانية أنه يعمل المحكوم عليه البوانتاج في المحكمة لدى مكتب المساعدة الاجتماعية. ثم كاين واحد الالتزام آخر اللي هو تدبير آخر، هو التعهد بعدم التعرض أو اتصال بالأشخاص اللي هم ضحايا الجريمة التي استفاد من خلالها بهذا التدبير المرتبط بالعقوبة البديلة اللي هو تقييد بعض الحريات أو بعض الحقوق بأي وسيلة كانت. قال المشرع أنه نص على أنه يجب على المحكوم عليه بعدم التواصل مع الضحايا بأي وسيلة كانت، حتى أنك تصيفط ميساج عبر واتساب أو عبر فيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكنش. إذن بأي وسيلة من كتعاهد بعدم التنفيذ بعدم التواصل مع ضحايا الجريمة، فلذلك يجب التزام المحكوم عليه بهذا التعهد. كذلك خضوع المحكوم عليه للعلاج النفسي والعلاج ضد الإدمان. هذه المقاربات طبعا كنشوفوا أن المقاربة الحقوقية، ولكن هل الدولة لها من الإمكانات بحيث أنها تحمل هذه المصاريف ديال العلاج ومحاربة الإدمان؟ تعويض أو إصلاح الأضرار اللي كتسبب فيها المحكوم عليه المستفيد من العقوبة البديلة اللي هي فرض بعض القيود على الحقوق.